لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي عن كواليس إعادة الدول المغربي حكيم زياش إلى صفوف المنتخب قبل مونديال قطر 2022 بعد غياب طويل بسبب خلاف مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلوزيتش، مؤكدا أنه واجه صعوبات من أجل إقناعه بالعودة. وردا على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية حول كيفية نجاحه في إقناع زياش بالعودة قبل كأس العالم، قال وليد الركراكي: كان أصعب شيء بالنسبة لي هو التحدث مع حكيم زياش على انفراد، ذلك لأنه كان في قمة الغضب من وضعيته القديمة، حتى أنه لم يكن يستجيب أبدا، ما دفعني إلى الاستعانة بصديق مشترك. وتابع قائلا: لقد تحدثنا عبر تقنية الفيديو في البداية، ثم تكلمنا بعدها عن مشروع كأس العالم في قطر، وبالاجتماع كنا متفقين على ضرورة عودته لصفوف المنتخب المغربي، سواء تعلق الأمر بي أو بزملائه داخل المنتخب المغربي. شكرا على حسن المتابعة.